ويا هلا يا هلا، يا مساء الخير، يا مساء السعادة على عيون أحلى المتابعين. ورجعت لكم بفيديو جديد، واشتاقيت لكم من ذاك الفيديو لحد هذا الفيديو. رجعنا إن شاء الله، وإن شاء الله راح أسوي حملة تنظيفية على الكليدور. وشوفي الوضعية يا حبيبتي يا حلوة يلي جاية تتابعيني. يعني هاي الوضعية لا سر لا عدو ولا صديق. ما أحب الهوسة أنا صراحة، وهاي الفترة كنت ملتهية كلش وتاركة البيت للبنات بس ينظفوا، يعني ما يحركون أي شي بالبيت. وهنا شوية ما دام صار لي واهس قلت خلي أصور وياكم حملة تنظيفية للكليدور. الكليدور مالتنا أو الهول شو تصيحوا له بعد ما أعرف، يعني ما يقارب الثلاث غرف أقول لهم، يعني كبير بحيث مزعج، يعني ياكل له هواي وقت إلا أنظفه. وهنا الزمت مكناستي وخليته الأرضية. هسه تقولون ما بيها شي، بس لا اكو هواي وصاخة أجلكم الله. وصار لي فترة من الوقت أنا يعني ما مدنية التخم أو الديوان. هاي شوفوا، مو تقولون ماكو وسخ، لا اكو وسخ. وبدربي اني اخذت النص كاشية الموجودة بالحائط. انتو شلونكم شخباركم؟ ها نسينا نصلى على محمد وآل محمد. يلا كليتنا حبايب خلينا نقول اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا لازم اني بين فترة وفترة أودي التخم هيج وارجعه هيج، يعني ما أدري يوميا مكان. حتى عمتي أم زوجي قالت شنو يوميا شايلة انتي كرويتين وسابية الدنيا بيهن أنا. وهواي من البنات أو النساء المتزوجات يحب الروتين التنظيف، بس صراحة هاي الفترة عجوزية صايرين احنا. اقول لهم خد ترجع الدوامات حتى غصبا من علينا نقعد الصبح من وقت. واذا قعدنا من الصبح صح راح نقعد نعسانين، بس شوي شوي راح تتنظم الامور وراح نقدر نرتب الوضعية. يعني تخلصين تنظيفك على وقت، تخلصين طبخك على وقت، ما تظلين متأخرة. شوفوا ما قلت لكم الهول كبير، يعني مشوار واني اكنس بيه. وكان عندنا خلل بالتلفزيون. طبعا انا من عشاق التلفزيون، احب التلفزيون، احب اتابعه يعني كلش. وظل 4 ايام تقريبا التلفزيون مو شغال، صار عندنا خلل بيه. فبما انه سويناه بالليل فنويت الصبح ارتب الوضعية. هي يعني صاير هوسة، وهاي همين الهوسة اللي يم الماكينة هم راح اشيلها، لان قلت لكم انا صار لي فترة تاركة يعني البيت بين مرضى اختي وشغلات صارت عندي منا ومنا فاهملت. ولحد انصح يعني لحد تشتري من هاي المبردات، شبع عنا قهر. ها شوفوا هاي الدير المبردة جزعتني. اقول لهم تدبق البيت تدبق، يعني تنظفين وتحسين الكاشي ما بيه لمعة مدبق تدبق من وراها. وهنا أنا راح اجلفهن الهذن المبردات لان صار لي فترة اني تاركتهن. ودائما البنات ما لهن علاقة بهاي الشغلات الا اني اقول لهن، بس انا ما قلت لهن لان اني احب شوية اشتغل بايدي. ولا اني اذا اقول لهن نظفنهن هن ينظفنهن ما يقصرن. وشونكم يعني من سمعتوا الدوام قدموه شي اكيد ظليت نتونن لان تعلمت عن النوم المتأخر.
أنا همينة صراحة يعني أظل وين إلا أقعد الصبح لين تقعدين كلهم نايمين، وتقعدين دائما الكهرباء مطفية، فأظل على نومتي بالغرفة حتى لو طافية الكهرباء، لأن من تطفي الكهرباء الغرفة تظل باردة لأن سبلت. وبنية مرة من المرات سألتنا على ذن المبردات وقالت حلوات وعاجباتني يعني، من شافتنا حاطين اثنين، ما انصحش بيهن والله صراحة يعني حتى يدهنن. هسه تشوفين الدهن اللي بيهن، شوف هي واضحة يعني قدامك، يعني كلش بيهن دهن، فما انصح بيهن. ودائما لازم تخليها يم شباك مفتوح يا اما يم باب مفتوح، واذا تخليهن برا ما راح يدخللك الهواء اللي انت ترديه. ها شوفي كمية الدهن. وهاي روتين الأم اللي قاعدة بالبيت، وين تروح وين تطوجها؟ تلتهي ببعض الشغلات أحسن مما تنتهي بالنميمة بالغيبة، قالت فلانة حكت علانة. فأنتي كل ما تلزمين بيتك وتقعدين وتستقرين إلك أحسن والجهالك أحسن. من تلهين نفسك بالشغل راح تنسين العالم اللي برا. انا مو اقول لك كسره ظهرك من وقت وظل يوميا اشتغل، بس انت قدر الامكان سوي الشغلات المهمة الضرورية حتى يبين البيت نظيف ومرتب. يعني هن ذني بالوجي لازم ايدينا بيهن، ضروري ايديا بيهن. فدائما نحب نقول الحمد لله والشكر لله على كل حال. انتي اذا عندك من ذن المبردات قومي وياي واشتغلي، قومي خلي نسوي لك واهس وننظف سوية انا وياك. امرار اني اكثر الامرار يعني ما الي واهس، فاطلع فيديوهات تحفيزية، يعني انا اعتبرها تحفيز مو تعليم. المرة اكو نساء تغار يعني، اكو مرة تغار من مرة انظف منها، من مرة احلى منها، اكو وحدة تغار من وحدة اخلاقها اعلى من اخلاق الثانية. يعني هيجي اكو غيرة عند النسوان، واكو غيرة ويلي الغيرة المدمرة. فالغيرة بالترتيب والنظافة احسن لك، استقر يعني استقرار. فانت دائما غاري من الوحدة اللي انظف من عندك، تعالي انت همين نظفي رتبي. غاري من وحدة اخلاقها عالية، فانت لازم هم تصيرين اخلاقك عالية. حلو واحد يعني يقلد الاشياء الزينة، ومو حلو يقلد الاشياء المو زينة. وهاي هنا خلصناها للمبردة وصارت تلمع لمع. أنا لو بيدي أفلفل البراغي كلها وأنظفها، بس تعال وياه اللي يرجعها، خاف أخربها الدور، بس اللي أقدر عليه أسوي. أكو شغلات هي للزلم يعني هي اللي تسويها، مو كل شغلة نقدر احنا نسويها النساء.
ها وهنا اني ما نصلب لك عن الكهرباء الا نظفتها. تمام حبيباتي، دائما احذرا من هاي الشغلات. اذا كانت تنظفين ثلاجة او مجمدة او مبردة، دائما افصل الكهرباء. هنا نظفت عندي والحمد لله والشكر. طبعا انا الثانية هم سويتها بس ما شاركتها وياكم. هاي الهوسة كلها راح اشيلها. شوفوا الوضعية انتو اللي صايرة يم التلفزيون. قلت لكم كان عندي عطل بالتلفزيون وسويناه. هسه راح ارتب الوضعية كلها. وهنا أنا خلطت معطر ارضيات ويا القاصر، وراح ابدي امسح البيت. انتو تشوفوا تقولون نظيفة الارضية بس والله العظيم يعني مشثحة. قلت لكم مدمراتنا المبردات. والكهرباء بالعراق لو زينة ما حد يشتغل هذني، يعني ما يشتري هذني الشغلات. يعني سحقات شوية غلسوا عليها. طبعا هاي هنا صايرة عندنا فراغات هواي. هاي واحد ضروري لازم يسويها. مو عبالكم يعني الحد مال الكاش وسخ. وهنا كنت بس اني قاعدة ودا اصور. طبعا الغرف هاي الفترة حتى من يقعدن بناتي اقولهن لا تنظفنهن يوميا بين يوم ويوم، لان الغرف 24 ساعة احنا ساديهن لان سبالت. بس عندنا الشي اللي يتدمر المطبخ والهول دائما يتدمرن بصورة مو طبيعية، لان الطبة والطلعة كلها عليهن. وحلو الواحد يعني يخلي باله وتركيزه شوية على بيته. بين فترة وفترة حركي الأثاث، نظف اللي وراهن. دائما حركي، خصوصا هسه احنا لازم احرك بين فترة وفترة الأثاث، لأن احنا بستان ورانا نهر، يعني دائما أخاف لازم أحرك الأثاث. وخصوصا هاي الصيفية يعني ما رشينا يعني مبيدات، ما خلينا سم للأرضية، فخفت الصراحة. وهاي شوفوا هنا شلون رتبتها الوضعية. خليتها صافية هنا بس الماكينة، لو بيدي حتى الماكينة اشيلها. وهنا أنا همينة ميز التلفزيون شلته لان انا مو بحاجته، التلفزيون معلق وعرفته همينة للبيع. وشوفوا لي هذا الكليدور هيك صار او الهول. شنو رأيكم بترتيبه؟ صح شي بسيط بس حبيت اشارككم بيه. ودائما من نشارك هيجي شغلات راح يصير عندكم تحفيز. والروتينات هي كلها الماشية هيجي. يا ريت تكتبون شنو رأيكم بالنبذة الأخيرة اللي سويتها. هيجي مو أحلى صراحة. إذا عجبكم الفيديو خلونا لايك حبايبي، وإذا ما عجبكن براحتكن، التن أحرار. والحمد لله والشكر لله 100,000 مرة على نعمة العافية. وعلى كل حال يعني واحد لازم يقول الحمد لله والشكر لله. وهنا صبينا غدا، بس غدا النفر واحد او نفرين. هنا قعدوا بنات اثنيناتهم. مو ناسية انا، تدرون هذا ما تدرون شو وقت صورت الفيديو. في امان الله وحفظه تعالى.